تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض مربى الفراولة في البيت. أحلى مربى ممكن تاكلوها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت لو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو، وتدخلوا على قناتي على اليوتيوب. تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. في حلتنا دي بقى هنقوم حاطين 2 كيلو فراولة، عليهم كيلو سكر، ونسيب الفراولة ليلة كاملة في التلاجة علشان السكر يدوب والفراولة تكون ما تاخدش سوا كتير على النار. هنولع البوتاجاز ونحط الحلة على النار. السكر اللي فوق ده كله هيدوب لوحده. هنغطيها ونسيبها لحد ما تاخد غلوة بسيطة كده. يعني هنحاول ان احنا ننزل السكر ده علشان برضو ان هو يدوب. شايفين اصلا ده السكر والفراولة بس، مفيش اي سوائل اتحطت. هو دلوقتي على النار، يا هو يا دوبك هياخد غلوة بسيطة. شايفين الرغاوي البيضة دي لازم ان احنا نشيلها على طول بفرشة كده. معانا كوباية مية وفيها الفرشة السيليكون. كل شوية نشيل الرغاوي بيها كده علشان ما تبقاش معانا في الفراولة في المربى. لازم كل شوية كده نمسح الحواف ونمسح ونشيل الرغاوي دي كلها من على الفراولة. معانا ليمونة بقى، ليمونة كاملة مش نص ليمونة، هنعصرها على الفراولة، على مربى الفراولة. الليمونة دي بتظبط اللون وبتظبط الطعم. شايفين بنشيل الرغاوي، شايفين الرغاوي كلها طالعة في الكوباية دي. بتطلع المربى معانا نظيفة جدا ومفيش فيها نقطة رغاوي ولا اي رواسب من الرغاوي دي، لان الرغاوي دي بتكلكع. مع في هراسة بقى، هنجيب هراسة ونهرس بيها كده المربى، مش قوي يعني لان انا بحبها تكون قطع كده. هنهرس بس كده هرستين 3 بس علشان ان هو ايه المربى تتقل معانا. في ناس على فكرة بيزودوا جيلي فراولة، انا برضو كنت بحط بس للأسف ما كانش عندي، بس برضو طلعت تقيلة وحلوة. هنسيبها على النار بقى لحد ما كل السوائل دي تطلع من المربى. ادي الفراولة مربى الفراولة بعد ما خلصت هتشوفوا قوامها عامل ازاي. قوامها حلو جدا، احنا من عشاق على فكرة مربى الفراولة يا جماعة، والله بجد. يعني مربى الفراولة، يعني حتى لو مش عندي فراولة طازة، لو عندي في الفريزر بطلعها واعملها مربى. ومش علشان رمضان بس، لا يعني انا كل ما المربى تخلص من عندي انا لازم اعملها. شايفين قوامها حلو ازاي بجد، يعني من غير اي حاجة، يعني هو الفراولة والسكر والليمونة بس. هنحطها بقى في علبة الحفظ. علب الحفظ دي حلوة جدا، بس لازم قبل طبعا ما نحط فيها المربى لازم نكون غسلينها بمية سخنة سخنة جدا، ومنشفينها كويس جدا بفوطة تكون نظيفة علشان ما يبقاش فيه بكتيريا او اي حاجة من دي، لان طبعا المربى حساسة جدا يعني، وممكن ان هي تعفن لو العلبة مش نظيفة. ولو في برطمانات ازاز يكون افضل بكتير. ادي اول علبة معانا. شايفين طبعا الفراولة قطع، يعني انا لما باجي لازم اكل المربى كده.
شايفين نازله. ده برطمان برضو. جبنه كريمي. حطيت فيه برضو. مش هيقول لا يا جماعه، بس لازم ان احنا نكون غسلينه كويس جدا وغسلينه بميه سخنه جدا. دول هيقعدوا معاكي في التلاجة من شهر لشهرين 3 شهور كمان، حلوين جدا. لا طبعا الشوية اللي في الاخر دول يلزموني هاكلهم. تعالوا نشوف بقى المربى كده، نعمل زوم بقى كده ونشوف المربى عامله ازاي. دي على فكره هي لسه ما اتحطتش في التلاجة، لسه لما تتحط في التلاجة هتبقى اتقل كمان من القوام ده. القوام بتاعها هيتقل ويبقى حلو جدا كمان. احنا لازم المربى مع القشطه يعني، ده عندنا اساسي. وطبعا انا اكلت المعلقه دي. ده الطبق اللي فاض في الاخر يا جماعه، ما اقولكوش بقى، انا اخدته لوحدي. يعني الطبق ده انا اكلته لوحدي من حلاوته. وبس كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو، تدخلوا على قناتي على اليوتيوب تشتركوا في القناه.